نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله خير. كيف حالك؟ الله يعافيك. ما اسمك؟ اسمي إلياس العوفير، طالب مغربي بجامعة لوسيل، كلية التجارة والأعمال. إلياس العوفير. أي سنة؟ السنة الأولى. أول سنة. أول سنة. ما شاء الله. وكم تحفظ من القرآن؟ كاملا الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. ثبتك الله بالقرآن وثبته في صدرك. اللهم آمين. وأقرأ برواية ورش. نعم، ورش عن نافع. نعم. من طريق الأزرق. نعم. درجة العادة عندكم. نعم صحيح. من أين ستقرأ؟ سأقرأ من سورة الشعراء. طيب بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
صدق الله العظيم. ما شاء الله، جزاك الله خيرا وفتح لك صوت ندي، أسأل الله أن ينفعك به يا رب العالمين. ونستمع إلى بعض الملاحظات. تفضل دكتور محمد. ما شاء الله عليك شيخ، قدام فضلك شيخنا. ما شاء الله عليك شيخ الياس، أبدعت وأمتعت وأطربتنا برواية ورش وبهذا الصوت الجميل. فقط ملاحظتان لا أزيد عليهما. ركز على التفخيم والترقيق، ليس في الرواية لورش، لا في المجمل، في الحروف المفخمة، حروف الاستعلاء وحروف الترقيق وما يترتب عليهما وما يتبعهما، يعني مراتب التفخيم وعدم مراتب التفخيم. ركز على هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية حرف، أنا قلت 2 وهي 3. الملاحظة الثانية حرف التاء، لا تجعلها تاء، خلها صافية، تاء أت وليست أت، يعني اهمسها ولكن بلطف، الملاحظة الأخيرة وإذا مريض، اقرأها لي. إذا مرضت. الآن الضاد وبعدها حرف تاء. أنت ماذا فعلت؟ ممكن أثرت حرف الضاد، أدغمت الضاد في التاء. فاقي جزء من وإذا مرضت، يعني جئت بتاء مفخمة. ركز على الضاد، لا تقلقلها، مريضت لا، ولا تفعل مثل ما أدغمت وإذا مرض، استطالة، وإذا مرضت. صحيح، تمام. وإذا مرضت. أحسنت، بارك الله فيك، صوت جميل جدا، بارك الله. لك مستقبل كبير إن شاء الله، بس تدرب واقرأ إن شاء الله. الله ينفع بك شيخ هيثم، تفضل. شيخ إلياس، حياك الله، حياك، جزاك الله خير، وأحسن الله إليك وبارك فيك وسدد خطاك واستخدمك لخدمة دينه وإعلاء كلمته. ما شاء الله تبارك الله، صوت راقي جدا، إحساس مفعم بالخشوع، تلاوة ندية، تصويرات للتلاوة حقيقة جوهرية. نقلتنا بين عدة طبقات ومقامات، قرأت بالعجم ثم انتقلت إلى الصبا ثم انتقلت إلى الكرد ثم ختمت بالصبا وختمت بالكرد. جزاك الله خير. ليس لدي أي تعليق، إنما لدي طلب واحد. أصحاب التلاوة الجميلة هذه وأصحاب الأصوات الجميلة نقول لهم دائما: سجلوا القرآن بأصواتكم، اجعلوا الناس يسمعون القرآن، نافسوا مواقع التواصل الاجتماعي والتلفاز وغيره والميديا بهذه التلاوة الجميلة. حفظكم الله ورعاكم. جزاك الله خير شيخ إلياس، جزاكم الله. متعتنا، احنا مستمتعين والله. الله يجزاك خير. جزاك الله خير. الله يحفظك. والله ليس لدي إضافة على الشيخ هيثم، جزاه الله خير، والمشايخ كذلك. تلاوة جميلة مثل ما قال الشيخ هيثم، صورت المعاني بالشكل السليم الجميل، ويعني كان لها وقع في قلوبنا. تبارك الله، والله ينفع بك، جزاك الله خير. اللهم آمين، جزاكم الله خير. حفظكم الله. والآيات التي تلوتها من سورة الشعراء في قصة إبراهيم عليه السلام، وكانت من جملة ما دعاه: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا من الأدعية العظيمة التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها. عائشة رضي الله عنها وارضاها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له عن رجل كان في الجاهلية يدعى ابن جدعان، وذكرت من محاسنه أنه كان يصل الرحم ويكرم الضيف ويفعل، فهل ينفعه ذلك؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا ينفعه ذلك، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فنحن نلتزم هذا الدعاء كي يغفر الله سبحانه وتعالى لنا، وكي تنفعنا أعمالنا عند الله سبحانه وتعالى، ونرتقي بها في أعلى درجات الجنان. بارك الله فيك وفتح لك. بارك الله فيكم، شكرا لكم، جزاكم الله خير. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.